السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الجاتو. في ناس بتقول عليه جاتو شاتو، بس يعني ده مش زيه قوي، لان ده محطوط له كريمة. الجاتو شاتو بيتحط عليه صوص شوكولاتة وبس. هنعمل نشوف بقى مع بعض المكونات. انا معايا 300 جرام دقيق، يعني كوبايتين من الكوبايات المعيارية، ومعايا كوباية ونص من السكر من نفس الكوباية، وبرضو كوباية ونص من الحليب، وكمان كوباية ونص من الزيت. بس يا رب يا ريت يكون الزيت زيت دوار شمس او ذرة، يعني ما يكونش ليه ريحة ولا طعم. ومعايا 5 بيضات، وفانيليا، وكيس بيكنج باودر اللي هو محطوط له محسن. اول حاجة عملتها طبعا نخلت الدقيق وذرة الملح علشان يكون جاهز. اول حاجة بنحطها في الخلاط او الكبة. حطيت الحليب، 300 جرام حليب، وعليهم السكر اللي هي برضو كوباية ونص، يعني 300 جرام برضو، وكمان حطيت معاهم الكاكاو. نسيت اقول لكم ان انا معايا نص كوبايه كاكاو. الكاكاو ده كاكاو خام اسباني، بيبقى معلوش اي اضافات ولا سكر ولا اي حاجه، والاسباني بيبقى حلو جدا وبيدي طعم الشوكولاته حلو قوي. هنضرب كل المكونات دي مع بعض في الكبه او الخلاط لحد ما السكر يدوب خالص، ما يبقاش فيه اي تخريزات. بعد كده هننزل بيه الزيت شوية شوية. وطبعا لو انتي عاملاه في الخلاط هيكون لو هنعمل الحاجة دي في الخلاط، هيكون بقى بتفتحي الغطا بتاع الخلاط وتنزلي بالزيت على هيئة كده خط رفيع او شريط رفيع كده، علشان يديكي قوام سميك للصوص. ولو بتعملي في الكبة زي كده، فبننزل شوية شوية وبنضرب لحد ما نوصل للقوام المظبوط اللي احنا محتاجينه. ده كده لسه فيه شوية من الزيت، فهنحطه برضو. بحط معاه كيس من الفانيليا عشان برضو تحسبا، يعني اللي يكون الزيت فيه طعم او حاجة. حطيت اخر شوية بقى من الزيت في الكبة، وبنضرب كويس جدا جدا لحد ما القوام يبقى سميك. بصوا بقى القوام بقى عامل ازاي، تحفة يا جماعة، وطعمه حلو جدا جدا. ده من احلى صوصات الشوكولاتة اللي بتنفع لأي حاجة. احنا هناخد منه كوب ونص من الكوبايات المعيارية من الصوص الشوكولاتة اللي عملناه. احنا موحدين الكوباية المعيارية دي، او لو هتعملي في كوباية عادية يبقى برضو وحديها مع كل المقادير. خدنا كوباية ونص مليانين، وهنحطهم في التلاجة لحد ما نخلص الكيكة. والباقي بقى هنحط عليه ال5 بيضات اللي معانا، ونزود كمان فانيليا، ونضرب كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين كده. دي معلقة من الخل كبيرة برضو حطيتها مع البيض علشان تضيع لي لو في زفارة او حاجة. وبنضرب كويس جدا الخليط اللي معانا، وبنضرب تاني. نحاول بقى ننزل كل الخليط اللي لازق كده على جوانب الشفشق بتاع الخلاط او الشفشق بتاع الكبة، وبرضو نضرب ضربتين كويسين كده. تمام كده. هناخد بقى الخليط السائل اللي معانا هنضيفه للخليط الجاف بعد ما اكون فضيت عليه باكو الكيك شيف. الكيك شيف يا جماعة بيدي نتيجة حلوة جدا، غير مع الكيكة دي بالذات، لان الكاكاو فيها بيبقى تقيل، فعايز حاجة زي يعني محسن كيك او حاجة بيديها نتيجة حلوة. نزلنا بقى كده بالخليط السائل على
المكونات الجافة اللي عندنا، وهنخلط كويس جدا جدا علشان كل المكونات تتجانس مع بعضها، وهتدينا خليط كيك مش خفيف، يعني تحسيه كده خليط كريمي شوية. هو ده القوام المظبوط اللي هيطلع لك كيكة حلوة قوي. في الوقت ده انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، وده صاج انا دهناه وحاطة فيه مفرش سيليكون بتاع الخبز، وهننزل بقى بخليط الكيك فيه. الصاج ده مقاسه 30 في 40، ونساوي بقى كده الخليط علشان يبقى كله سوا واحد، وهندخله الفرن. هيقعد حوالي نص ساعة او نص ساعة الى 5 دقايق على حسب طبعا فرنك ودرجة الحرارة فيه. اهم حاجة تختبريه اول ما يطلع بخلة كده، اللي هي الخلة الخشبية او شوكة، علشان تتأكدي ان هو مفهوش اي عجين. ده كده طلع من الفرن واختبرته وبرد كمان شوية. هنجيب بقى كوباية من الحليب، هنحط عليها معلقتين او معلقة ونص من الصوص الشوكولاتة اللي احنا كنا شايلينه على جنب، وهنبتدي نشرب الكيك بالخليط ده او بالحليب ده. بيديها طعم حلو جدا جدا وطراوة للكيكة، بتبقى كيكة غنية جدا وطرية قوي. بصوا هي شربته في ثانية، لان خليط الكيك نفسه او نسيج الكيك جوه حلو ومفرغ، فشرب السوائل على طول. هنحضر بقى طبقة الكريمة. انا حطيت هنا كوباية برضو من الكوبايات المعيارية مية ساقعة متلجة، وحطيت عليها معلقتين من السكر ومعلقة من الباستري كريم، ده موجود عند بتاع مستلزمات الحلواني وسعره مش غالي. وكمان حطيت كوباية او 8 كيلو اللي هو 125 جرام من كريم شانتيه. انا بستخدم كريم شانتيه المتحدة، هي يعني غليت جدا دلوقتي، بس بصراحة انا مش برتاح الا في الشغل بيها يعني. بنضرب بقى كل المكونات دي لحد ما تتماسك وتديني كمية حلوة، وتكون قوامها سميك نوعا ما. هناخد برضو من الصوص اللي معانا حوالي معلقة كده كبيرة، ولو احتاجت تاني علشان نغمق اللون هنحط عليها معلقة من الكاكاو الخام الاسباني لو عايزين نغمق اللون يعني. ونضرب برضو كده لحد ما يدينا لون حلو وقوام كمان حلو. الكمية دي حلوة جدا جدا على قد الصاج اللي معانا، لان احنا هنعمله طبقة واحدة، فكفاية قوي 8 كيلو من الكريمة. هننزل بيها على الصاج الكيك بقى، ونحاول نسوي كويس جدا. هي دي طريقة سهلة جدا جدا، ومطلعة معايا ما شاء الله 24 قطعة جاتو، وكانت ممكن كمان تزيد عن كده لو كنت صغرت شوية القطعة. فموفرة جدا جدا وبتنفع معاكي لو في عيد ميلاد او لو في اي مناسبة عندك تقدري تعمليها وتشرفك قدام ضيوفك، خصوصا الاسعار اللي غليت جدا جدا دي. فانت كده معاكي دستتين جاتو طعمهم حلو، والخامات اللي المستخدمة طبعا مش بتستخدم في المحلات دلوقتي لانها غالية، وبتكلفة بسيطة جدا ومخدتش اي وقت. سويت بقى الكريمة كويس جدا، وبعد ما نسويها كويس قوي هندخلها التلاجة حوالي 10 دقايق او ربع ساعة علشان تشد بس كده وتتماسك، علشان لما اجي اصب عليها صوص شوكولاتة
ما تسحش مع بعضها كده، وتبقى كل طبقة يعني منفصلة عن التانية. خرجتها بقى من التلاجة بعد 10 دقايق، وصبيت عليها باقي الصوص كله. ما شاء الله كمية حلوة جدا ومظبوطة قوي في نفس الوقت. بنساوي بقى كده ونحاول نظبط الشكل على قد ما نقدر. وبعد ما نسويها برضو هندخلها التلاجة شوية علشان الصوص يجمد ونقدر نقطعها كويس. جربي الطريقة دي ومش هتندمي، وياريت لو عجبتك الطريقة ما تبخليش بقى عليا في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يجيلك اشعار بأي حاجة جديدة انا هنزلها. هاخدها بقى احطها في التلاجة برضو ربع ساعة او نص ساعة، وبعد كده هبتدي اقطعها. انا عندي طرنش كده كبير اللي هو المشرشر ده بيبقى سهل جدا في التقطيع بيه. خدتها بقى على نصين كده، كان ممكن جدا كل نص اقطعه 4 بس انا قطعته على 3 فاداني 24 قطعة. بس 24 قطعة بصراحة كبار جدا ومشبعين قوي. في كل مرة بنزل بالسكينة في الصاج بشطفها بالمية العادية، مش بمسحها يعني مش بنشفها، بشطفها بالمية وباخدها كده بميتها وبنزل على الصاج علشان تديني قطع متساوية كده، ومفيش اي حاجة ملخبطة فيها زي الجاتو كده ما بنشتري من بره. خدت برضو بالطول عملته برضو على جزئين، وكل جزء عملته 2 بالظبط. طلع معايا دستتين جاتو حلوين جدا جدا، والطعم والله حلو قوي قوي، وكل اللي داقه شكر فيه. هنطلع بقى قطعة كده ونشوف شكلها. ما شاء الله القطعة كبيرة، و القوام بتاعها حلو جدا، طرية قوي وهشة جدا. ده شكلها النهائي. هندوق بقى كده مع بعض واقول لكم يعني على الطعم، وهتشوفوا كمان القوام وانا بقطعها بالشوكة. طلع ما شاء الله حلوة قوي وطرية جدا جدا، وما خدتش وقت ولا مجهود. اسيبكم بقى في رعاية الله، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.